أهلا بيكم متابعين ومتابعات قناة مامي هيرو. كل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة يا رب علينا جميعا. النهاردة حبيت أعمل مكرونة بالجمبري بطريقة حلوة جدا هتعجبكم. تعالوا بسرعة أقول لكم على المقادير. بجيب على حسب نص كيلو مثلا جمبري مقشر، وبحط عليه معلقة صغيرة من الكمون ونفس المعلقة الصغيرة من الفلفل، وهحط كمان نص ليمونة. نص ليمونة بس. الكلام دوت على المقدار النص كيلو جمبري. الجمبري طبعا يبقى متقشر ومتشال منه الكيس الرملة بتاعته ومتظبط. زي ما انتم شايفين كده، لو حاجة وقعت مثلا من الليمون بحاول ان انا اشيلها. اللي هحطه كمان المستردة. المستردة دي أساسي جدا جدا في الوصفة الحلوة دي. بتدي لون حلو جدا وطعم كمان حكاية. قيمة غذائية عالية قوي قوي في الوصفة دي، وبحب أعملها دايما للولاد. هحط بقى أطعمه كده بشوية ملح وهقلب قبل ما أوجهه للنار. بصوا لون المستردة عملت في الجمبري ايه، اديته اللون الحلو ده. هقلب كده بحيث ان ايه كل التتبيله كده ياخد كل التتبيله اللي انا حطيتها. هحط نص كمان معلقه من الثوم المفروم، وهقلب. هديله التقليبه تانية برضو حلوه كده، وهبدا ان انا احضر الطاسه اللي على النار تبقى سخنه علشان اعمل الصدمه بتاعه الجمبري. هكون مسخناه كويس قوي. تمام. وهحط المعلقة الزبدة او السمنة، يعني anyway انتي بتفضلي ايه. معلقة كده حلوة كبيرة. تمام. اهو سخنت تقريبا كويس كده. هحط الثوم مفروم، معلقتين كده او معلقة كبيرة توم. قد ايه التوم في الاكل بالذات في الاسماك بيبقى طعمه حكاية، يعني بيدي نكهة حلوة قوي قوي. هقلب كده حاجة بسيطة اشوح، وهبدأ ان انا احط البصل بتاعي. ممكن تكون بصلاية صغيرة، حجم بصلاية صغيرة جدا. هديها تشويحة، وهبدأ ان انا اجيب الفلفل الالوان هحطه على حسب بقى انتي بتحبيه مقطع ازاي. يعني انا ما حبيتش ان انا اقطعه صغير قوي، يعني بحب دايما يبقى الحجم ده. انتي بقى وذوقك. هنقلب تقليبة حلوة كده اهو. زي ما انتوا شايفين الحاجة بدأت تدبل، الخضار الجميل ده. وهبدأ انزل الخلطة بتاعتي اللي عملتها بالجمبري. هياخد بقى الصدمة بتاعته بنكهة الخضار والبصل اللي معاه. وصفة سهلة قوي والله وظريفة جدا، مش هتاخد من وقتك كتير خالص، خصوصا في رمضان. مش هتقفي كتير، تتعمل في اي وقت تاني، حتى لو انتي كنتي بتشتغلي بتيجي بتعمليها بسرعة بسرعة. هنحط كمان الكاتشب تقريبا معلقة، وهقلب تاني. الكاتشب بتديها مزازة بقى مع المستردة كده، هتخلي طعمها حكاية. كده نزلت بقى ايه يعني زي صوص كده، هو ده اللي انا عاوزاه. مش عايزة بقى الجمبري يبقى دبلان، لا انا عاوزة يا دوبك ياخد مثلا 5 دقايق كده، وزي ما انتوا شايفين المية كده تبدأ تنزل. هروح ضايفة على طول الجبن بتاعتي، اي بقى نوع جبن عندك، شيدر، يعني اي نوع. انا حبيت احط كذا نوع من الجبن
تمام. موتزاريلا، حطيت الجبنة الرومي. الجبن كمان في الأكل، خصوصا الجمبري، بتدي نكهة حلوة قوي وطعم تحفة مختلف. اهو زي ما انتوا شايفين كده، يعني 5 دقايق بالظبط اهو طلع بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. شايفين الألوان حلوة ازاي؟ هجيب بقى حلة وهبدأ أعمل البشاميل. طبعا عملناه كذا مرة في القناة، يعني لما انتوا برافو عليكم حفظتوه يعني. السمنة مع شوية الدقيق مع اللبن. في بقى ناس بتستسهل وبتجيب الأكياس بتاعة البشاميل الجاهزة، يعني زي ما تحبي. ولكن انا بحب اعرفكم، لو انتوا ما عندكوش الخامات ديت، تقدري ان انتي تعملي في البيت اي حاجة في يعني مستحيلة، او لو مش متوفر عندك تقدري ان انتي تنفذيها في البيت. واحدة واحدة كده بحط اللبن وابدأ اقلب علشان ما يكلكعش معايا. اهو بالراحة كده خالص لغاية ما يبدأ يبقى كريمي خالص معايا، وابدأ ان انا اضيف بقية اللبن بتاعي. اهو زي بقى ما انتوا شايفين ازاي بقى عامل زي الكريمي كده معايا. انا معاكم خطوة بخطوة علشان كل خطوة مهمة جدا، والتركة يعني في الأكلة دي بالذات. اهو هنحط مثلا شوية ملح. تمام. لو عندك فلفل أبيض حطي، ما عندكيش فلفل أبيض مش مشكلة، حطي شوية فلفل أسمر مش هيقول لأ. المهم القوام بتاع البشاميل يبقى معايا كده. انا مش عايزة طبعا حجم كتير او كمية كبيرة، ولكن انا بالظبط يعني انا اللبن اللي انا حطيته بالظبط ده، حطيته بالظبط نص كيلو لبن. هحط شوية جبن كده علشان يخلي القوام بتاعه احلى واحلى. تمام. دي بقى الحاجات المهمة قوي قوي اللي هتفرق معاكي في الطعم. لو هتكتل معاكي عادي، الحرارة هتبدأ ان هي تسيحها، يعني اي جبن اهو بصوا الحرارة سيحتها وبقت عادية خالص. هحط كمان كوباية من الكريمة اللباني. مهما اقول لكم القيمة الغذائية في الاكلة دي قد ايه مش هوصف لكم، يعني شوفوا حتى المقادير، وشوفوا التكات اللي انا حطيتها، شوفوا كل الكلام ده، شوفوا فيه كمية قيمة حلوة ومفيدة جدا جدا للولاد قد ايه. هجيب بقى المكرونة بتاعتي طبعا، سلقتها الاول، وهبدأ احطها على البشاميل بتاعي. انا مش هحتاج ان انا طبعا ادخلها فرن، انا مش هعمل مكرونه بالبشاميل يعني في الفرن، ولكن انا حابه ان تبقى كل المكرونه بتاعتي فيها طعم البشاميل وطعم الجبن اللي انا حطيتها جوه البشاميل. وهتبقى هحط طبعا الجمبري عليها على الوش كده زي ما انتوا شايفين، ده جزء وده جزء. وده بقى الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا الجميلة المفيدة الصحية. وكل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم علينا كلنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديوهات جديدة من قناة مامي هيرو. باي باي.